كتير مننا بيحس في وقت من الأوقات إنه مكسور، إن في جزء جواه اتكسر أو اتخدش. احتمال تكون تجربة صعبة، فقد عزيز، أو حتى إحساس بالفشل. في اللحظات دي بيبقى سهل قوي نحس إن قيمتنا قلت، أو إننا ملناش قيمة أصلا. لكن أنا عايزة أقولك على حاجة مهمة قوي. حتى وإنتي مكسورة ممكن تبقي تحفة فنية بشكل أو بآخر. الكسر مش نهاية القصة، الكسر ساعات بيكون هو البداية، بداية فصل جديد. ممكن يكون فرصة عشان نتعلم ونكبر، نكتشف جوانب كتيرة من شخصيتنا ومن قوتنا. قريت مقولة كده من فترة، الحقيقة هي اللي خلتني أعمل الفيديو. Even if you are broken, you still can be a piece of art in another form. حتى وانتي مكسورة ممكن تكون قطعة أو تحفة فنية بشكل آخر. آثار الكسور فينا دي مش عيوب زي ما بيفهمونا، دي قصص، دي دليل على إن إحنا أحياء، عشنا الحياة بكل ما فيها، تجاربها وبألمها وبحلوها وبمرها. آثار الكسر دي هي اللي خلتنا يونيك، ادتنا عمق. زي ما الفنان بيستخدم خامات مختلفة عشان يعمل تحفة فنية أو تمثال أو لوحة، إحنا كمان ممكن نستخدم الكسور دي عشان نبقى نسخة أحلى من نفسنا، نسخة أجمل، updated. ما تخليش كسرك يوقفك، ما تخليش جرحك يهزمك. بصيله على إنه فرصة للتحول، فرصة لإعادة اكتشاف نفسك بطريقة أجمل وأعمق. لسه جواكي كتير من الجمال محتاج يظهر، القوة اللي هتخليكي تعيدي اختراع حياتك واكتشاف نفسك من أول وجديد. شاركينا في الكومنتات لو تحب إيه الكسر اللي تعرضتي له. لو تعرفي حد محتاج الفيديو ده يطبطب عليه أو يقول له إنه مش لوحده، اعملي له شير. ولو أول مرة تشوفيني، أنا رشا، وبشاركك حاجات يا ريتني كنت عرفتها من زمان، يا ريتني كنت لقيت حد قالها لي، كانت هتفرق.